السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتتبعين ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم المسمن. يعني عندي واحد الكوموند ديال مسمن، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه لهذا المسمن صراحه كيجي زوين بزاف وكيجي مورق، كنتمنى هي يعجبكم الفيديو وما تبخلوش عليا بواحد اللايك. بالنسبه للمسمن هانتوما الطريقه ديالو كيفاش كتجي. الصراحه كيجي مورق ورقه على ورقه. انا نقطع معكم وحده تشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي. كيجي كما قلت لكم مورق وكيجي يعني الصراحه المسمن كيجي زوين بزاف. كنتمنى هنا الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بواحد اللايك وكومونتير زوين يشجعني وبارطاج القناه الى عجبكم الفيديو وعجبكم المحتوى. ونبداو على بركه الله. بسم الله، نبداو على بركه الله. بالنسبه للمسمن ان شاء الله غادي ندير هنايا كيلو ديال الفورص، وعندي 500 غرام ديال الفينو، وغنحتاج هنايا الملحه، شويه د الملحه، وهنا عندي راس ديال المعلقه ديال خميره حبيبات. هانتوما راس المعلقه، يعني ماشي ما حاجتيش به باش يخمر. هنا عندي واحد المعلقه صغيره ديال السكر حبيبات، وغنحتاج الماء عادي، الماء من الروبيني عادي بارد. صافي هنايا غادي نبدا نخلط داك الفورس مع الفينو، يعني تنخلط الفورس والفينو. هنايا غادي نجيبو داك الماء بارد كما قلت لكم، الماء من الروبيني. صافي غادي نبدا نجمع العجينه ديالي. غنبدا نجمع العجينه شويه بشويه، والماء ما كنخوش دقه واحده، كنخوه شويه بشويه وكنجمعوا العجينه. المهم غادي نديروا العجينه ديال المسمن العاديه اللي كنديروا دائما. العجينه ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش رطبه عاوتاني بزاف. المهم العجينه العاديه ديال المسمن غندلكها انا واحد اللي هي خفيفه، يعني تقريبا واحد 3 دقائق. الا كنتو مزروبين دلكوا العجينه ديالكم، ما كنتوش مزروبين غدلكوها واحد اللي هي خفيفه. انا هنايا دلكتها واحد 3 دقائق. صافي هذا هو القوام اللي بغيت في العجينه. هنايا غادي نخليها على جنب، وغنجيب واحد شويه الزيت غندهنها بالزيت وغنديرها في بلاستيكه ونخليها ترتاح. غنجيب هنايا واحد بلاستيكه اولا سلوفان. المهم هنا غنجيب بلاستيكه وغنخشيها في بلاستيكه ونخليها ترتاح تقريبا واحد ساعه ونص حتى ل2 سوايع. صافي ديك الساعه ندوز نقطع العجينه ديالو. الا ما كنتو مزروبين كما قلت لكم، يعني غتدلكوا العجينه ديالكم مزيان وتخليوها ترتاح غير واحد شويه وترجعوا لها تقطعوا العجينه. هنايا من بعد ما ارتاحت ليا العجينه نتوما العجينه كيفاش طرخت ليا. دابا هنا غادي نجيب الميزان مع المسمنات، باغا نديروهم حجم واحد. كما قلت لكم هنايا المسمن خصني نديرو حجم واحد، يعني كليانه اللي طالبه لي المسمن بغات يكون حجم واحد، يكونوا مسمنات اللي هما صغار، يعني بالوزن ديال 60 غرام. غادي نقادهم، انا كنوزن وكننزل على جنب باش يجيوني كاملين مقادين على هذا الشكل هذا. صافي كنبدا نقطع في العجينه وننزل على جنب، يعني كنوزنها ونحطها على جنب. صافي دابا نستمر هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. هنايا غادي نبدا نكور في دوك المسمنات ديالي ونحطهم، وصافي حتى نكملهم كاملين في التكوار. هنايا غادي ندهن البلاطو ديالي بالزيت، وغنبدا ندهن المسمنات بالزيت وننزل في البلاطو حتى ندهنهم كاملين على هذا الشكل هذا، حتى ندهنهم كاملين ونحطهم على جنب، يعني نخليهم يزيدوا يرتاحوا شويه. صافي نستمر هكا حتى نكمل ديك الكميه اللي عندي كامله بهذا الشكل هذا. كنحاولوا ندهنوهم بالزيت. صافي غندهنهم بجوج بهم، يعني بلاطويات بجوج غندهنهم بالزيت. وهنايا غادي نجيب واحد البلاستيكه نغطيهم ونخليهم واحد 10 دقائق يرتاحوا، يطلقوا لي واحد 10 دقائق. صافي ديك الساعه ارجع ليهم. هنايا من بعد ما ارتاحوا ليا صافي غادي نحيدهم هنا على جنب. صافي غادي نجيب هنايا الزبده والزيت. انا ذوبت 4 ديال الزبده وخلطت معها الزيت. هنايا غادي نجيب الزيت النباتيه اللي غادي نطلق بها العجينه. وهنا غادي نجيب واحد الزلافه درت فيها الفينو ودرت فيها واحد الخماره من وزن 8 غرام. صافي هنايا غادي نحاول نخلط ديك الخماره مع الفينو ونردهم على جنب. هنايا غادي ندهن سطح العمل بالزيت،
باش نبدا نطلق المسمنات ديالي بالزيت. غنبدا نورق المسمنه ديالي مزيان حتى كيبان ليا سطح العمل بهذا الشكل هذا كما موضح لكم في الفيديو. هنايا كنرش الفينو اللي مع الخماره د الحلوى وكنرش الزبده والزيت صافي، وكنطوي المسمنه ديالي على 4 وكننزلها على جنب. هنا غنجيب المسمنه الثانيه حتى هي بنفس الطريقه، كنحاول نورقها مزيان يعني دوك الجنيبات باش ما يبقاوش لنا غلاض. هنا كنرشوا الفينو وهنا غادي نرش الزبده والزيت وغنطوي المسمنه ديالي على 4 بهذا الشكل هذا كما موضح لكم في الفيديو صافي، وغادي نحطها على جنب. غنجيب المسمنه الاخرى بنفس الطريقه، كتحاولوا تورقوا المسمنه ديالكم حتى كيبان لكم سطح العمل يعني باش كيجي المسمن ديالنا مورق وكيجي زوين. اما الا بقى غليظ يعني ما كيعطيناش ديك التوريقه. صافي انا هنايا كنستمر بنفس الطريقه كنورق المسمنه ديالي مزيان يعني الا كتلاحظوا حتى كتبان لي ديك الرخامه اللي من التحت كتبان ليا في المسمنه. صافي كنرش الفينو وكنرش الزبده والزيت صافي، وديك الساعه كنطوي المسمنه ديالي على 4 بنفس الطريقه. نستمر هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله بنفس الطريقه. صافي هنايا غادي نطوي المسمنه ديالي على 4. هنايا من بعد ما ساليت الكميه اللي عندي كامله هنا غادي ندوز باش نطيب المسمن ديالي. درت المقله ديالي كتسخن صافي. هنايا غنحاول نبسط المسمنه ديالي شويه ماشي بزاف يعني ماشي كترقوها اكثر من القياس، كتبسطوها عادي. صافي المسمنه ديالكم على هذا الشكل هذا. صافي هنايا غادي ندوز باش نطيب المسمن. غنديرو هنا كندهن المقله ديالي بالزيت وكتكون المقله ديالي سخونه. صافي كنبدا نرمي المسمنه وكندهنها بواحد شويه ديال الزبده والزيت وكنبدا نقلب المسمنه ديالي حتى كطيب. بالنسبه للطياب هنايا انا درت لها غير نص طياب يعني ما طيبتهاش بزاف تتحمر اكثر من القياس، يعني بغاتها تكون محمره غير شويه باش هي ملي غتبغي تعاود تسخنهم غتدخلهم للفران غيسخنوا شويه صافي وغتنزلهم. هنايا بنفس الطريقه يعني غادي نبدا نطيب المسمنه ديالي. انا كنقلب كما كيقولوا كنقلب ونشقلب في المسمن حتى كيطيب. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال المسمن اللي شاركت معكم اليوم. كيجي على هذا الشكل. ها نتوما يعني ما طيبتوش بزاف يعني ديك التحميره تكون خفيفه بالنسبه للنص طياب. اما الا بغيتو تحمروا يعني الانسان كيبقى له الاختيار، الا بغيتو تحمروه على هكا حمروه، بغيتو تخليوه كما انا خليته للسيده خليوها. نتوما التوريقه ديالو كيفاش كتجي الصراحه كيجي زوين بزاف. هنا غنقطع معكم وحده باش تشوفوا يعني كيفاش كيجي مورق ورقه على ورقه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بواحد اللايك وكومونتير زوين يشجعني وبارطاج القناه الى عجبكم الفيديو وعجبكم المحتوى. ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.